السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم فيديو جديد من قناه مروه علوي على اليوتيوب. قبل ما نبتدي الفيديو يا ريت تدعم الفيديو ده باللايك والسبسكرايب، ما تنساش تفعل زر الجرس لو مش مفعله عشان يوصلك كل جديد. وباذن الله يلا نخش على الحلقه، ودي حلقه تحليل ماتش مصر وبوركينا فاسو اللي لسه خلصانه دلوقتي. وباذن الله الحلقه كانت تنزل لكم على طول باذن الله، عشان انا دمي محروق بسبب لعيب واحد اسمه مصطفى محمد. هبتدي بيه الحلقه. بص يا مصطفى، احنا كلنا كنا بنطالب بيك، بنناشد بيك، بنعمل كل حاجه بيك. ازاي وحسام حسن وهيمشي وهيعمل، وازاي وما عندوش عدل وبيحبه وبيكره ومش عارف ايه. اسامه فيصل لعب الماتشين كويس جدا، كان محطه، كان بيباصي، النهارده كان بيستلم، كان بيدافع جامد جدا، عمل كام ثرو لمحمد صلاح، محمد صلاح وصل بيهم للجون. لكن انت تنزل تحرق دمنا كده وتضيع تضيع انفرادين صلاحين بصهم لك، وعرضيه مفيش اجمل ولا احلى من كده من زيزو. في ايه يا عم؟ قول لنا لو انت نازل عشان تحرق دمنا، قول لنا. يبقى كابتن حسام كان عنده حق لما خلاك بره. اسامه فيصل والله العظيم طول الماتش الراجل تعبان ومحروق وهنا وهناك وجاي ويعمل. مش كده يا كابتن مصطفى محمد يا لعيب في الدوري الفرنسي. نقول بسم الله بقى ونخش كده على التشكيل. كابتن حسام حسن اللي ابتدى بيه، ابتدى بكابتن محمد، ابتدى بمحمد الشناوي حارس مرمى، رامي ربيعه، خالد صبحي، محمد هاني. ثلاثه دول كانوا ثلاث قلوب دفاع. احمد عيد باك يمين، محمد حمدي باك شمال، اثنين ارتكاز كوكا ومروان عطيه، وثلاثه في الهجوم كابتن محمد صلاح ومرموش وتريزيجيه. تمام اتفقنا. دي كده التشكيله. طبعا مرموش اتصاب في الاول فمفيش تقييم ليه او مش هنتكلم عليه، ونزل بداله اسامه فيصل اللي عمل مباراه هايله. اول حاجه احنا هنخش عليها بسم الله الرحمن الرحيم كده، هل التشكيله دي هي التشكيله المناسبه؟ الصراحه انا اتفاجئت اصلا ان محمد هاني بيلعب باك، بيلعب وهو باك، يعني بيلعب مساك، لان انا كنت فاكر ان هو هيبقى باك يمين مثلا عادي يلعب 4، واحمد عيد ده هيبقى ثالث نص، ولكن لا، هو لعب ب3 مساكين اللي هم رامي ربيعه وخالد صبحي ومحمد هاني. كان قرار موفق لان طول الماتش احنا كان باين ان احنا مش عارفين نطلع من الكوره قدام بوركينا فاسو. انتوا واخدين بالكم ولا لا؟ واكيد واخدين. بس مش عارف اقول ايه تاني عن هذه التشكيله يعني كانت ادت معانا الماتش. احنا تعادلنا الحمد لله، ومتهيألي كده خلاص احنا يعتبر صعدنا يعني لكاس العالم خلاص، مش يعني فرق 5 نقط يعني، ولكن كنا كسبنا احسن. وكابتن مصطفى محمد هو اللي ضيع علينا المكسب ده، يعني كل تعب اللعيبه ده راح علشان مصطفى محمد مش عارف يفنش له 3 انفرادات. يعني حسبي الله ونعم الوكيل على حلقه الدم دي. الحمد لله يعني يعتبر متهيألي كده احنا خلاص الحمد لله صعدنا. مبروك للمنتخب المصري، مبروك لكابتن حسام حسن. وعلى فكره الاداء بتاع المنتخب النهارده تقييمي ليه هو 6 من 10. احنا لعبنا كويس، دافعنا كويس بالاحرى، ما كانش فيه غلطات زي كل مره في الدفاع، ان احنا لما بنيجي ندافع فبنغلط غلطات كده عشوائيه، مش عارف ترجع تدب فينا في جون، مش عارف ايه، نبصيها للعيبه. الحمد لله يعني ايه ان الغلطات دي تمام. الاداء 6 من 10. الهجوم محمد صلاح كان جامد، تريزيجيه حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا تريزيجيه انت ومصطفى محمد. تريزيجيه حرفيا طول الماتش ما عداش 1 على 1، كل شوطاته بره، مفيش غير شوطه واحده بس جت في نص الجون. مفيش حاجه، مفيش. كان بيدافع كويس مع اسامه فيصل الصراحه، كان بيدافع، لكن انا مش جايب تريزيجيه عشان الدفاع يعني. بس مروان عطيه اداء ممتاز، واول ماتش ليك بعد الاصابه. احمد نبيل كوكا ماتش جامد جدا، ومهند لاشين لما نزل بدالك ما لحقش يلعب، ولكن كان ماتش حلو برده المهند. محمد حمدي يا جدعان، انا مش متخيل قمه التطور بسم الله ما شاء الله اللي وصل له باك اللي اسمه محمد حمدي. باك شمال كان عنده عيوب دفاعيه وهجوميه من ايام المصري، راح بيراميدز بقى احسن شويه، لقيناه دفاعيا احسن، بس لسه عرضياته واللمسه ومش عارف ايه محسنها. النهارده هجوميا عرضيات اللي عملها كلها كانت مظبوطه، وكلها كانت تمام، وكلها كانت حلوه جدا. عرضيات كانت حلوه جدا، حتى العرضيه اللي راحت لمحمد صلاح ومحمد صلاح عملها بدماغه، بعدها لاسامه فيصل، والجون اللي اتلغى يعني دي قصه الجون اللي اتلغى، ولكن كان مأدي فيها بشكل جامد جدا محمد حمدي الصراحه. وما كانش يعني ما كانش يستاهل ان الجون يتلغي الصراحه، يعني الكره ما تعدتش اصلا، المخرج كان نايم في البطيخ فما عدلناش الجون عشان نشوف هو اوفسايد ولا لا. بس ده بالنسبه للتشكيل وللاداء والمصطفى محمد. في حاجات دلوقتي بتتكلم ان رحيل كابتن حسام حسن هو كده اصبح ضروره، وانه مش هيلعب معانا كاس العالم. والله انت لو خدتوا رايي انا هقول لكم رايي انا الاول. بالنسبه لرحيل كابتن حسام انا شايف احنا ما ينفعش نروح كاس العالم اصلا بمدرب مصري عموما،
هتقول لي طب ما المغرب راحت بوليد الركراكي، هقول لك ده اولا ده كان استثناء، لان وليد الركراكي بالنسبه لهم زي حسن شحاته بالنسبه لنا، يعني هم دلوقتي في الجيل الذهبي بتاعهم، احنا الجيل الذهبي بتاعنا عدى بالمدرب الوطني بتاعنا، عدى الحمد لله. الاستثناء بتاعنا يعني احنا خلاص، احنا الاستثناء بتاعنا مر، احنا دلوقتي في مرحله جيل كويس بس مش جيل ذهبي، احنا الجيل الذهبي عدى خلاص بالمدرب الذهبي. هم بقى دلوقتي في مرحله الجيل الذهبي، المفروض ياخدوا كاس افريقيا يعني عشان على ارضهم المره الجايه، ربنا يسترها علينا. بس فرحيل كابتن حسام، انا شايف ان انا مع رحيل كابتن حسام حسن. بالنسبه للماتش بأسف عن غياب الفترات طويله، لان انا كنت عيان الفترات اللي فاتت. بس وشكرا، وباذن الله انتظرونا في فيديوهات قادمه.